من الناس الذين يظهر أنهم ملتزمين ليس فقط للفرائض بل وللنوافل والأمور المستحبة كالذكر بعد الصلاة مثلا، والتسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك. فأرى بعضهم حينما يريد أن يعمل بقول عليه السلام: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا حديث صحيح ورواه الإمام مسلم في صحيحه. حينما يريدون العمل بهذا الحديث ترى بعضهم لا يكاد يبين بلسانه عن تسبيح الله وتحميده وتكبيره. فماذا تسمع؟ رأيتم كما رأيت أنا أظن، لست وحدي يعني في هذه الدعوة. باليمين يا شيخ. مش مهم الآن. هذه ماذا نسميها؟ السبسبة. ثم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا ليس تسبيحا وليس تحميدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بلحظات بثواني انتهى من 100. هذه 100 من جاء بها ما أجرها؟ غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولو كان الإتيان بها بهذه البسبسة حاشا لله، إنما يجب أن يتأنى فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله.